من حوالي اسبوعين بالظبط، ويوم 4 مايو اللي فات ظهرت النتيجه بتاعت الهجره العشوائيه السنه دي. شويه ناس كسبوا وناس اكتر بكتير ما كسبوش. طبعا احنا عارفين ان هي هجره عشوائيه، يعني بيتم الاختيار بشكل عشوائي، فاكيد الغالبيه هي اللي ما بتكسبش، لان هم تقريبا بيصدروا 50,000 فيزا للهجره في السنه الواحده. وطبعا في ملايين من الناس من كل حته في العالم قدمت، ومش كل الناس دي طبعا كسبت. وفي الفيديو ده انا عايز اوجه رسالتين بالظبط. الرسالة الأولى للناس اللي كسبت السنة دي وهقول لكم تعملوا إيه بالظبط، والرسالة التانية للناس اللي لم يصيبها الحظ السنة دي وهقول لكم برضو تعملوا إيه. فخليك معايا لآخر الفيديو، لأن كل المعلومات اللي هقولها لك النهاردة سواء كسبت أو خسرت أكيد هتفيدك. أنا فادي يوسف ودي قناة إنجلش بالمصري. طيب خلينا نبتدي الاول بالناس اللي كسبت. اول حاجه الانجاز اللي حصل بالنسبه لك ده اكيد حاجه مش صغيره، اكيد حاجه كبيره واكيد لازم تفرح بيها جدا، لان في ناس كتيره جدا بتتمنى ان هي تبقى موجوده في المكان اللي انت فيه. ويمكن انا سبقتك برضو وحصل لي نفس الموضوع من حوالي 11 سنه تقريبا في 2013. لكن في الوقت ده في 2013 ودلوقتي بعد 11 سنه اكيد في حاجات كتيره اتغيرت. يعني ساعه ما انا جيت امريكا كان الدولار ب 7 جنيه ونص، النهارده شوف بكام. في حاجات كتيره جدا اتغيرت، مش بس في مصر، في كل الدول العربيه. ثورات حصلت ودول اتهدت وحاجات كتيره حصلت في المنطقه. فاكيد قراراتنا وامكانياتنا اللي كانت موجوده في 2013 ممكن تكون مختلفه عن دلوقتي في 2024، وهشرح لك ليه بالظبط. اول حاجه بمناسبه الدولار ان انت الفلوس كلها اللي انت محوشها قيمتها كانت اعلى من دلوقتي. فلو انت كان معاك 10,000 جنيه مثلا من 10 سنين قيمتهم كانت اعلى بكتير من دلوقتي، وبالتالي لما تيجي تحول الفلوس المصري لدولار هيبقى معاك دلوقتي دولارات اقل من زمان. ودي اول حاجه لازم تفكر فيها. لازم تعرف ان الهجره لامريكا دي مش مجرد رحله هروح يومين كده واتفسح وارجع، لا، انت خلاص بتقرر ان انت تنقل حياتك كلها لبلد تانية بلغه تانية، مجتمع تاني، ثقافه تانية، كل حاجه هتبقى جديده بالنسبه لك. فقبل ما تملأ اي فورمز واي ابلكيشنز، اي حاجه استمارات وكده علشان خاطر تقدمها في الانترفيو لما تروح السفاره، فكر الاول هل انا معايا القدره الماليه اللي تغطي لي الفتره دي كلها وتكفي كل المصاريف شامله الطيران بتاعك، الايجار اللي انت هتدفعه هناك للشقه اللي هتاخدها، العربيه اللي انت هتشتريها، شويه فلوس احتياطي عشان لو حصل طوارئ او حاجه يبقى معاك فلوس احتياطي، لان اكيد انت مش هتنزل من الطياره على شغل، هتحتاج شويه وقت عشان تدور على شغل عشان يغطي لك مصاريفك وما تستنزفش كل الفلوس اللي انت مسافر بيها دي. فلازم تبقى عامل حسابك كويس قوي ان انت معاك الفلوس دي قبل ما اخش اي اجراء او اتعشم زياده او استقيل من شغلي او ابتدي اصرف بقى على ترجمه الورق والحاجات دي. دور كويس وفكر كويس وشوف تكلفه كل الحاجات دي هتبقى كام، وهل انت معاك المبلغ ده ولا لا. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، بعد ما تتاكد ان انت معاك الفلوس دي وما عندكش اي مشاكل فيها، في حاجتين مهمين جدا لازم تعملهم وانت بتحضر بقى للورق والمقابله وكل الكلام ده. اول حاجه هي انك تبتدي تتعلم انجليزي. ده لو انت عندك مشكله في الانجليزي. ليه؟ لان انت هتتنقل من مكان لمكان، زي ما قلت لك، لغه تانية وثقافه تانية. فلو انت ما تعرفش انجليزي مش هتعرف تدور على شغل، مش هتعرف تشتري عربيه، مش هتعرف تأجر مكان، الموضوع هيبقى صعب عليك. فعلى الاقل استغل الفتره دي كلها ان انت تحضر نفسك للاساسيات حتى بتاعت الانجليزي. ازاي اعرف اتعامل مع الناس، ارد على حد ازاي، اتكلم ازاي، دي حاجه مهمه جدا وكل يوم هيفرق معاك فيه. فاول بقى ما تقرر خلاص انا همشي من مصر او من اي بلد انت قاعد فيها وخلاص هاجر امريكا وبمشي في الاجراءات اهو، لازم برضو بالتوازي تبتدي ان انت تتعلم انجليزي. والتعليم ما هواش صعب قوي، لكن مهم جدا، لان ده ممكن ينقلك من ليفل لليفل تاني خالص في حياتك جوه امريكا. بدل ما انا بشتغل شغلانه مثلا كده بملاليم لان انا ما عنديش لغه ومش عارف اتعامل مع الناس، لا، الموضوع ده ممكن يوصلك لشغلانه احسن بكتير، توفر عليك وعلى اللي معاك اي مجهود اضافي انتوا ممكن تعملوه عشان توصلوا لنفس الليفل ده. وتاني برضو حاجه لازم تتعلمها وانت ماشي في مذاكرتك في الانجليزي واجراءاتك وورقك وكل الكلام ده، السواقه. من اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها وانت في بلدك قبل ما تيجي امريكا هي السواقه. حتى لو انت رايح نيويورك وعارف ان في شبكة مواصلات حلوة او اي ولاية تانية عندهم شبكة مواصلات كويسة، لكن المواصلات مش دايما بتوصلك لغاية البيت. هتلاقي كده في اماكن ممكن ما يبقاش فيها مواصلات والموضوع يتعبك، ده لو انت بتتكلم على مدينة كبيرة انت عايش فيها وفيها شبكة مواصلات كويسة. لكن طبعا غالبية مدن امريكا كلها وولاياتها ما فيهاش مواصلات كويسة. فلو ما بتعرفش السوق اتعلم من دلوقتي، لان التعليم في مصر السواقه ارخص بكتير جدا من ان انت تيجي هنا وتبتدي تتعلم في مدرسه للسواقه او اي حاجه. فانت هتوفر على نفسك فلوس كتير. انت هنا عشان بس تتعلم 3 ساعات او حاجه، لو هتروح لاي مدرسه هتدفع لك مثلا $300، وطبعا 3 ساعات ده قليل جدا، فانت على الاقل مثلا محتاج 8 ساعات او حاجه، فهتلاقي نفسك بتدفع 600 او $700. انت اولى بالمبلغ ده تحطه في حاجه تانية لو انت جاي اصلا جاهز ومتعلم السواقه ومش محتاج ان انت تدفع حاجه هنا.
وطبعا لو انت متجوز اكيد مراتك لازم برضو تكون متعلمه السواقه، لان اكيد برضو مراتك مهم جدا ان هي تشتغل علشان خاطر الدنيا تبقى اسرع وتتطوروا بسرعه. يعني اكيد انتوا مصاريفكم هتبقى كتيره لان انتوا جايين عيله، ممكن لو معاكم اطفال وكده، لكنها ممكن تبقى ميزه بالنسبه لك لان انت معاك شخص تاني موجود جوه الاسره بيساعد برضو في مصاريف البيت وكده. فلو انت اشتغلت ومراتك اشتغلت الحياه هتبقى اسهل واحسن بكتير. فدي نصيحه اللي انا بقولها لاي حد خلاص قرر ان هو يجي، وازاي ممكن يستغل وقته في مصر لغايه ما يوصل لمرحله الانترفيو بقى اللي في السفاره وياخد الفيزا ويجي. الحاجه الثالثه والاخيره للناس برضو اللي كسبت، ان انا زي ما قلت لك الموضوع مش فسحه، انت جاي تهاجر. انت هتسيب اهلك وهتسيب صحابك وهتسيب المكان اللي انت اتربيت فيه وكل ذكرياتك وكل الكلام ده علشان خاطر تتنقل لدوله تانية في قاره تانية على بعد 12 ساعه طيران مثلا او حاجه. فدي اسمها ايه؟ اسمها غربه. والغربه دي لازم يبقى ليها ثمن. يعني ما ينفعش ابقى انا متغرب وبعيد عن كل الناس اللي انا بحبهم واجي امريكا وابقى فاشل. ما ينفعش. ده المفروض يبقى اكبر حافز ليك ان انت تنجح. انت ما عندكش اوبشن تاني غير النجاح. فدي لازم تحطها في دماغك قبل ما تركب الطياره. مش شرط بس عشان تجيب فلوس، لان امريكا مش بلد ان انت تكبش بيها فلوس. دي موجوده في دول تانية حوالينا. لكن امريكا هي ثقافه، مجتمع، لايف ستايل مختلف. فلازم تتقبله وتبقى فاهمه عشان تعرف تتعامل معاه. فلازم تبقى حاطط في دماغك انت داخل المفرمه بمزاجك. فعارف ان انت هتتعب وهتشقى، ممكن تحتاج ان انت تذاكر مثلا لايسنس او حاجه عشان تاخدها. فحاول بقى المايند سيت بتاعك او طريقه التفكير والعقليه بتاعتك تتغير. زي بالظبط الجواز. وانا داخل اتجوز انا عارف انه هيبقى قدامي مصاريف ومسؤوليات وحاجات كتير. تعب طبعا، لكن قرار بينقل حياتي لحاجه تانية انا عايزها. فانت النهارده لو كسبت وفي ملايين غيرك نفسهم يبقوا في مكانك، حط ده في بالك ان ده يبقى حافز كبير. انت عملت حاجه كتير ما عرفوش يعملوها ونفسهم بس يبقى عندهم ربع الفرصه اللي انت خدتها. واقعد برضه فكر في النماذج الكتير اللي هي ناس كتير سافرت، سواء علماء او لعيبه او اي حد تعرفه او ما تعرفوش او تسمع عنه. في ناس كتيره سافرت ولا كان عندهم لغه ولا كانوا بيعرفوا يتكلموا كلمتين على بعض، وما عندهمش اي حاجه غير شويه مهارات معينه عرفوا يستغلوها صح، والبلد هنا ساعدتهم ان هم يتطوروا فكبروا. كل الناس دلوقتي بتتشرف بيهم، وانت ممكن تبقى واحد من دول. ده قرارك مش قرار اي حد تاني. ودي كانت رسالتي الثالثه للناس اللي كسبت. الناس بقى اللي ما كسبتش ليهم عندي كلمتين. اولا، واحنا بنقدم على الموضوع ده اصلا احنا عارفين ان نسبه النجاح في الموضوع ده قليله قوي. فانا طبعا المفروض ما ابقاش متفاجئ يعني. بس ده لو حصلك السنه دي فده مش نهايه المطاف. فاول رساله عايز اقولها للي ما كسبش السنه دي ان اولا انت لسه عندك فرص تانية. شهر اكتوبر مش بعيد من دلوقتي، فانت ممكن تقدم برضه وتستنى النتيجه في السنه اللي وراها. انا ما بدفعش فلوس عشان املى استمارات او حاجه، دي حاجه ببلاش. لكن تاني حاجه عايز اقولها لك مهمه جدا جدا جدا، ان ما ينفعش ان انا ابني حياتي كلها على امل الهجره لامريكا. ما ينفعش دي تبقى هي خطتي الوحيده لمستقبلي، ان انا كل سنه بعمل الموضوع ده وبقيه السنه بفضل متنكد ومتضايق وبشتم في الظروف وبشتم في الحظ وبقول ايه اللي حصل. ده ما ينفعش، لان افرض ما جاتش خالص هفضل عايش تعيس كده في حياتي. لازم يبقى عندي بلان بي وسي ودي، يعني عندي بلانز تانية، عندي خطط تانية لحياتي. مش هي حاجة وحيدة لو حصلت يبقى الدنيا حلوة وجميلة، ولو ما حصلتش يبقى في انهيار بقى واكتئاب وحاجات كده. لا، ما ينفعش. انت ممكن تبقى قاعد في بيتك دلوقتي في المهندسين في القاهرة ولا في سيدي جابر في اسكندرية مثلا، وبتشتغل في امريكا وبتكسب بالدولار. في اشغال كتيرة جدا جدا اونلاين، ممكن تدور على حاجات تناسب التخصص بتاعك او شوية مهارات عندك او حاجة تتعلمها مخصوص عشان تشتغل شغلانة وتكسب زي واحد تاني قاعد في امريكا. ده لو مشكلتك فلوس بس، او ان انا ممكن اخش على مواقع معينه للتوظيف او حاجه وان انا ابتدي اشوف اشغال تانية موجوده في الامارات او في السعوديه او في قطر او اي دوله من كده. برضو لو بتدور على الفلوس ومش عايز تروح دوله اجنبيه وعايز دوله عربيه تعيش فيها. لكن لو انت هدفك مش فلوس بس ونفسك ان انت تروح مجتمع تاني تعيش فيه بلغه تانية، او هدفك حاجه زي امريكا او اوروبا، فما قدامكش حل غير ان انت تكمل محاولتك في موضوع الهجره. ده بالنسبه لامريكا. او مثلا لو تشوف ايه الشروط للهجره لكندا او استراليا مثلا. البلاد دي كلها بلاد مهاجرين، وفي دول كتيره في شرق اسيا برضو ينفع ان انت تسافر فيها. فهي كل الحاجات دي هتعتمد عليك انت. اولا ما ينفعش ان انا اوقف حياتي بس على سفري لامريكا، لان دي حاجه مش سهله لكن برضو مش مستحيله، بدليل ان في ملايين المصريين والعرب موجودين في امريكا. لكن لازم دايما افكر في بدايل. حصلت خير وبركه، ما حصلتش خلاص ربنا ما اردش، يمكن هيريد السنه اللي جايه اللي بعديها او مش هيريد خالص. اكيد لو كان سفرك السنه دي ربنا شايفه ان هو خير كان هيجي بدون شك. فحاول انت تفكر ايه تاني فرص ممكن اعملها وازاي ان انا اطور نفسي. ولو قدرت ان انا حتى اشتغل من البيت في دوله تانية
واعمل فلوس كويسه، يمكن ده يغير الدنيا خالص ويخليك راضي اكتر عن حياتك. ففي النهايه احنا بنحاول وبنسعى، واكيد اللي ربنا شايفه كويس لينا هو اللي بيكون في الاخر. دي الرسالتين اللي انا كنت حابب ان انا اوصلهم للي كسبوا واللي لسه ما كسبوش. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب لو عايز تشوف فيديوهات تانية خاصة برضو بالحياة في امريكا، غير ان احنا عندنا فيديوهات كتيرة قدمناها تعليم انجليزي. فلو حابب برضو خش على البيج وتعلم شوية انجليزي لو انت مسافر او حتى لسه قاعد في مصر. اكيد الانجليزي مهم جدا في حياتك. واشوفكم الفيديو جاي. سلام.